ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير. فيديو النهاردة فيديو فعلا هيكون مفيد لان فيه منتجات فعالة جدا للشفايف. انا واحدة من الناس مش مؤمنة خالص بالعناية بالبشرة، لاني بصراحة راضية عن بشرتي، يعني مش حاسة ان انا محتاجة اعمل فيها حاجة خلاف الصن بلوك. اما بالنسبة للحاجة اللي انا مهتمة بيها فعلا فهي بخصوص الشعر والشفايف والقدم، لانه في هدف عايزة اوصل له. بالنسبة للشعر عايزاه يطول، بالنسبة للقدم عايزاها تبقى مترطبة، وكذلك الحال بالنسبة للشفايف. ورقة وقلم يا ست الكل واكتبي معايا المنتجات اللي جابت فعلا نتيجة. بصوا، الترطيب الحقيقي بيجي عن طريق الدم من شرب المية الكتير، فلازم تشربي مية كتير، 8 كوبايات في اليوم على الأقل. لكن علشان تبقى المعلومة كاملة مش هننكر ان الهواء او تيار الهواء اللي بيبقى داخلك وانت في العربية او الهواء الشديد اللي بيبقى في الشتاء بينشف الطبقة الخارجية للبشرة والشفايف كمان. اهم حاجه في الفيديو انك انت لازم تشربي على الاقل 8 كوبايات ميه في اليوم، حتى لو مش هترطبي شفايفك. يعني ممكن نسكيب مشكلة، يعني المنتجات اللي انا هقولها دي لو هتشربي ميه بس ومش عايزه تصرفي يعني فلوس في مرطبات وكده، اشربي ميه. ودي ارخص وسيله لترطيب الشفايف. ولو عايزه بقى تستخدمي مرطبات هقولك لازم يبقى عندك 3 انواع من الليب مويسترايزر او مرطبات الشفايف. اول نوع اللي هو بيبقى مرطب ومقشر في نفس الوقت. انا مؤمنه جدا بتقشير الشفايف، فده النوع ده حلو قوي. زي ما قلت لكم ده بيعمل تقشير خفيف كده للشفايف. التقشير انا برشح المنتج ده، اسمه جود ات بلاينج ليبس. ده بالالوفيرا 99%. حلو جدا جدا، بيرطب ممتاز ممتاز ممتاز، وبيدي هنت لون كده. هوريهولكوا برضو. او هو طبعا ما بيجيش باللون ده كده، لا ده نتيجة الاستخدام. هو بيجي بالشكل ده كده. ده موجود عندي في الجروب بسعر جنان. بس تقريبا مش فاضل غير قطعة او قطعتين. ف هسيب لكم اسم جروبي في الوصف تحت. اللي حابب يجربه بجد والله العظيم بيجيب نتيجة جدا جدا جدا. بيرطب حلو قوي، وهوريكم اللون دلوقتي على ايدي. هو ده على الشفايف. شوفوا هو بيلمع كده، وكل ما بتسيبيه اكتر كل ما اللون بيغمق. وعلى الشفايف طبعا بيبقى احلى بكتير من الايد. انا ايدي مغمقه شويه اليومين دول. النوع التاني بيكون مرطب بدون لون، ملهوش لون. بالنسبه للليب مويسترايزر في ده من كيرن مور، اللي هو بنقول عليها احنا زبده الكاكاو. دي بتبقى من غير لون. لو انتي مش من النوع يعني اللي بيحبش يحط مكياج يعني وعايزه لون معدوم، يبقى هو ده. في كذا اختيار برضو تاني حلوين. هو ده شكله من جوه يا بنات، يبقى كده من غير لون. وده النوع الكلاسيك اللي كلنا اتربينا عليه يعني. ترطيبه حلو قوي 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 قوي، وبيرطب الشفايف فعلا، يعني من احلى الانواع اللي انا جربتها. تالت نوع لازم يبقى عندك هو مرطب الشفايف اللي بلون. بالنسبه لمرطب الشفايف اللي بيبقى بلون، هو ده من ويت ايفر. دي براند حلوه قوي 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 قوي. مش واخده حقها خالص لكنها جميله، وكمان متوفره عندي في الجروب. هسيب لكم اسم الجروب زي ما قلت لكم. ده بيبقى لونها، عارفين لونها شبه كيكو 103، الناس اللي تعرفوا يعني محبين كيكو. فده بيبقى لونها وبتبقى ثابته وبتقعد فتره طويله جدا جدا، وطبيعي يعني ممكن تنزلي بيه الصبح عادي. وده للاستخدام اليومي. هو عامه المرطب الشفايف بيبقى للاستخدام اليومي. فمن اقل يعني مرتين 3 وهتحسي بالفرق على طول. بصوا ده بيبقى لونه الجميل بقى فيه ان انت حتى لما بتمسحيه برضو بيفضل اللون ده على الشفايف بتاعتك. فلو حطيتي روج فوقيه هيدي يعني بيجمنت اقوى. فلونه حلو قوي. هو قلب على ورد شويه بعد ما بتمسحيه، فجميل جميل وبيفضل ثابت. طيب بنطبق الكلام ده ازاي؟ اول حاجه بتجيبي السكراب بتاع الشفايف اللي هو في الحاله دي ده
بالالوفيرا. بتحطيه على الشفايف وتعملي كده تقشير خفيف. في حبيبات صغنطوطه بتدوب على طول. بعد ما بتخلصي السكراب قدامك حل من الاتنين، يا اما بتمسحيه بالمنديل وبيفضل برضو سايب لون على الشفايف، وتحطي المرطب اللي بدون لون، او تخليه زي ما هو عادي وتحطي فوقيه المرطب اللي بدون لون. في الحالتين هتجيب نتيجة معاكي. او في كمان انك انت ممكن تستبدلي اللي بدون لون بواحد بلون، اللي هو ده زي ما قلت لكم. ده للناس اللي بتحب تكون شفايفها ليها لون، ما تحبش تمشي كده شفايفها بيضة او حاجه، فتحط ده بلون حلو وبيرضي. التلاتة احلى من بعض والله يا بنات، التلاتة احلى من بعض، واي واحد فيهم هيجيب نتيجه. بس انا استخدمتهم كلهم مع بعض، فكلهم زي ما قلت لكم هيجيبوا نتيجه. انا بستخدمهم ازاي؟ انا بستخدمهم ببدل ما بينهم بشكل راندم جدا يعني. حاطه في الشنطه بتاعتي اللي هو اللي بدون لون، وحاطه في الدرج جنبي على السرير اللي اتنين اللي بلون. بعمل سكراب وبعدين مرطب او واحد. بس كده يا بنات، هو ده الفيديو بتاع النهارده. على فكره انا برضو هسيبكم مع جوله كده في المنتجات المتاحه في الجروب عشان تاخدوا فكره. هسيبها لكم دلوقتي. احلى كريم تفتيح موجود في الوجود ده من مية سينما. ده حلو قوي 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 يا بنات. ده ميزته بقى ان هو بيعمل تفتيح فوري. بمجرد ما بتحطيه بتفتح لك درجتك درجتين 3 كمان. ده الكريم ده سر بياض الكوريين. حلو قوي قوي، الكمية كبيرة، النقطة منه بتكفي كتير جدا، بتقعد تعمل بيها الوش كله. اهم حاجة بس وانت بتستخدميه ترطبي قبله كويس جدا جدا جدا، او تعملي برايمر وحطيه، ويعني بصي هتشوفي البياض اللي انت هتبقي فيه. الحاجات بقى اللي متوفرة برضو ممكن تشتريها من الجروب، هو القلم الحواجب ده من كلاوس. دي براند كوري نضيفة جدا جدا، سوري ألماني. براند نظيفة جدا جدا، وبترسم الحواجب حلو جدا، فظيعة في رسم الشعيرات اللي بتبقى قدام دي، وسعرها حلو قوي قوي قوي، ومن الحاجات اللي بتخلص بسرعة ما شاء الله ما شاء الله اللهم بارك. انا بعشق حاجة قسما بالله اسمها بطيخ، لما بشوفه بتهبل بمعنى الكلمة. بصوا بقى كل دي منتجات بالبطيخ، ولو خدت المنتجات دي كلها على بعض برضو هيبقى فيه تخفيض في السعر. دي سياسة ايفن. فده في ايه؟ في لوشن سبراي مرطب لبشرة الجسم، مميزاته سهل الاستخدام، بيرطب البشرة، في ممكن تحطيه في شنطتك تاخديه بره بيرطب، وبيدوم بعد استخدامه لفترة طويلة طول اليوم يعني. بس ده اللوشن ده على هيئة سبراي. في بقى اللي جنبه لوشن برضو بس على هيئة كريم، وفي الهاند كريم، وفي كريم المتعدد الاستخدامات، وجل. انا من عشاق او هواة العناية بالاقدام، يعني ما بتخيلش حياتي من غير ما تبقى في كده منتج ادلع بيه قدمي يعني وكده. ف ايفون عامله لاين جديد من الفوت ووركس ده بريحه جوز الهند والليمون. تخيل انت بقى ميكس جوز هند وليمون، يعني هدوء، يعني نظافه، يعني انتعاش. والريحه على فكره بتقعد حبه حلوين يعني، مش بتطير بسرعه. وايفون فوت ووركس سكراب ده مقشر الاقدام برضو بنفس الريحه. وكمان فوت ووركس سبراي منعش لبشره الاقدام بريحه برضو زهور جوز الهند والليمون. بصوا التلاتة مع بعض هيبقى بسعر مختلف تماما تماما تماما، فياريت